انت تعرف ان 64 مليون امريكي شغالين في العمل الحر جنب الوظيفه بتاعتهم؟ يعني تقريبا تلت القوى العامله في امريكا شغاله في العمل الحر، وانا بكلمك على اقوى اقتصاد في العالم. طيب ايه المحفز في العمل الحر عشان العدد ده كله يشتغل فيه؟ خليني احسب لك حسبه بسيطه. لو انت ساكن في مصر او في السعوديه وسعر الساعة بتاعتك $5، وده رقم قليل جدا، وقدرت توفر في اليوم بتاعك 5 ساعات بس تشتغل فيهم في العمل الحر، وهنقول ان من الخمس ساعات اللي انت وفرتهم في 4 ساعات بس هم اللي فيهم شغل فعلي، يعني انت بتتكلم في $20 في اليوم، هتضربهم في 30 يوم هيطلع $600 في الشهر، اللي هم حوالي 30,000 جنيه مصري. واظن ان الرقم ده اعلى بكتير جدا من بعض المرتبات في بعض الوظائف، او يمكن في كتير من الوظائف في البلد اللي انت عايش فيها. وكده انت عرفت السبب اللي بيخلي عدد كبير جدا من الناس يشتغلوا في العمل الحر جنب الوظيفه بتاعتهم او جنب الدراسه اللي هم بيدرسوها. طيب ايه هو العمل الحر وازاي تشتغل في العمل الحر، وايه هي المميزات والعيوب اللي في المجال ده؟ والاهم من كل الاسئله دي، ايه هي اكتر المهارات اللي بتدخل فلوس من مجال العمل الحر في سنه 2025؟ خلينا نجاوب على كل الاسئله دي بشكل مبسط، ولكن حضر فنجان قهوه وتعالى. بس ما تنساش احنا في القرن ال21، من حق افهمك وحقك تكون فهيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا فهيم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من الفهيم. قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا ترى ايه هو العمل الحر؟ العمل الحر يا فهيم هو انك تقدم قيمه للناس تدفع لك عليها فلوس، وتقدر تقدم القيمه دي من اي مكان وفي اي وقت وبدون ما يكون ليك مدير. والقيمه اللي انت هتقدمها دي بتكون حاجه من ثلاثه، اما منتج او خدمه او محتوى. لو انت لسه هتبدا في العمل الحر بيكون صعب عليك شويه انك تقدم منتج للناس، لان بالرغم من ان التجاره الالكترونيه هي اكتر حاجه في العمل الحر تقدر تدخلك فلوس، وهي اعلى حاجه بتدخل ربح، الا انك لما بتيجي تقدم منتج للناس بتحتاج راس مال كبير عشان تشتري المنتج، وعشان تفتح المتجر الالكتروني بتاعك، وعشان تسوق للمنتج ده بتحتاج فلوس كتير، فبيكون صعب عليك انك تقدم منتج للناس. ممكن تشتغل في الافيليت ماركتنج او الدروب شيبنج الحلال، وفلوسهم حلوه قوي برضه، ولكن عشان تقدر تنجح فيهم انت لازم تكون متعلم اساسيات الماركتنج، وهنا انت دخلت في خانه الخدمه. فببساطه لو انت عايز تشتغل في العمل الحر جنب الجامعه بتاعتك او جنب الوظيفه اللي انت شغال فيها، وكمان مش معاك راس مال، يبقى انت مش هينفع تقدم منتج، انت هتقدم اما خدمه او محتوى. وقبل ما اكلمك اكتر عنهم، انت لازم تكون عارف ان العمل الحر ليه مميزات وليه عيوب، وانت لازم تكون عارفهم. اول ميزه في المجال ده هي المرونه، اللي بتخليك تحدد عدد الساعات اللي انت هتشتغلها، وكمان الوقت اللي هتبدا فيه والوقت اللي هتخلص فيه، وكمان بتحدد المكان اللي انت هتشتغل منه. انت اللي بتحدد كل حاجه في الشغلانه اللي انت هتعملها. الميزه الثانيه، انت اللي بتحدد المشاريع اللي انت هتشتغل عليها، وبتحدد كمان الناس اللي انت هتشتغل معاهم. والحاجه الثالثه، انت بتحدد الاجر او الفلوس اللي انت هتاخدها مقابل الخدمه اللي انت هتقدمها للعميل. الميزه الرابعه والمهمه قوي، واللي انا بالنسبه لي هي اهم ميزه في العمل الحر، انك بفلوس العمل الحر تقدر تعيش عيشه صعب تعيشها بالوظيفه. لان الناس اللي شغاله في العمل الحر بعد فتره كده معينه بيوصلوا ان الدخل اللي بيدخل لهم بيكون عالي جدا. والعمل الحر اصلا ملوش سقف، طول ما انت مهاراتك بتتطور تقدر ترفع اسعارك زي ما انت عايز. واللي انا عايزك تفهمه ان في العمل الحر انت مش كل مره هتدور على عملاء جداد، انت ممكن تكون شغال مع 5 أو 6 عملاء دايمين لمده 3-4 سنين، وانت اصلا مش محتاج تدور على عملاء جداد، لان العملاء اللي معاك اوريدي هم ماليين كل الوقت اللي انت محدده للعمل الحر. ولكن في عيوب صعبه جدا في العمل الحر، ولو انت مش عارفها من قبل ما تبدا في المجال ده انت صعب تتاقلم عليها. اول عيب في المجال ده هي العزله. تقريبا معظم الوقت اللي هتشتغله في العمل الحر انت هتكون لوحدك فيه، على عكس الوظيفه اللي بتخليك تشتغل ضمن مؤسسه وبيكون معاك زمايل في الشغل وبتقسموا الشغل على بعض. في العمل الحر انت اللي هتقوم بكل الادوار دي لوحدك. العيب الثاني هو عدم الاستقرار المادي، خصوصا في البدايه. يعني انت ممكن في شهر تعمل 5 مشاريع، والشهر اللي بعده تعمل مشروعين بس، والشهر اللي بعده ما يكونش فيه ولا عميل، وبالتالي الدخل هيكون دايما متغير. وفي ناس مش بتحب الطريقه دي، وخصوصا هتلاقي ان الناس دي هي اللي بتصرف اي فلوس بتدخل لها كل شهر، وبالتالي الدخل هيكون دايما متغير، وفي ناس مش بتحب الطريقه دي. العيب الثالث ان عدم الالتزام والاستمراريه ممكن يوقعوك في المجال ده، فانت بتلاقي نفسك دايما شغال حتى لو بتمر بفتره وحشه في حياتك، لازم كل يوم تفضل تشتغل عشان تحافظ على العملاء اللي معاك، لان اوريدي انت لو سبت عميل معين عشان انت عندك ظروف معينه في حياتك، والعميل ده لقى حد غيرك، ايه اللي يخليه يرجع لك تاني؟ الا طبعا لو العميل ده شخص كويس. فانت دايما هتلاقي نفسك لازم تكمل شغل حتى لو انت بتمر بظروف وحشه في حياتك. طيب ازاي بقى تشتغل في العمل الحر وتبدا فيه لو انت مش عارف فيه اي حاجه خالص؟ ركز معايا بقى في الاربع خطوات اللي انا هقولهم لك دول، لان هم دول الاربع خطوات اللي انت لازم تعملهم عشان تشتغل في العمل الحر. الخطوه الاولى والاهم هي انك تتعلم. اوعى تفكر تجيب فلوس او تشتغل او حتى تدور على عميل وانت لسه ما بتعرفش تعمل اي حاجه. ببساطه عايز تدخل فلوس لازم تكون بتعرف تعمل حاجه الناس تدفع لك عليها فلوس. وفي فرق ما بين التعلم وما بين الاتقان. انت يكفيك بس التعلم عشان تقدر تجيب اول عميل وتدخل فلوس، حتى لو الفلوس دي قليله ولكن هتقدر تدخل فلوس. وفتره
التعلم بتختلف من شخص للتاني وبتختلف من مهاره للتانيه، كده كده هعرفك كل المهارات اللي تقدر تشتغلها، وكمان هقولك على اكتر المهارات اللي تقدر تدخل منها فلوس. بس كمل معايا الفيديو للاخر، هتنقي منهم مهاره وتتعلمها كويس قبل ما تبدا تدور على شغل. الخطوه الثانيه، ابني معرض اعمال. بعد ما تتعلم المهاره لازم يكون عندك معرض اعمال العملاء يشوفوا شغلك من عليه. انا عشان اقرر ادفع لك فلوس لازم الاول اكون واثق انك تقدر تعمل لي الحاجه اللي انا عايزها منك وتكون شاطر فيها، واللي هيبين كل الكلام ده معرض الاعمال بتاعك اللي انت بتبعته لي لما بتيجي تقدم على الشغلانه اللي انا طالبها. فانت برضو لازم تكون فاهم انك ما ينفعش تدور على شغل طول ما انت ما عندكش معرض اعمال. طب هتقول لي هو انا ازاي هبني معرض اعمال من غير اصلا ما اشتغل؟ هنا تيجي فكره خطه التعلم. وانت بتعمل خطه تعلم للمهاره اللي انت هتشتغل بيها لازم تكون محدد في الاخر خالص كده انك بعد ما تتعلم المهاره دي انك تعمل مشاريع، حتى لو بتقلد المشاريع، وتعرض المشاريع دي عندك في معرض الاعمال. يعني على سبيل المثال لو انت قررت تشتغل في برمجه المواقع الالكترونيه وبعد ما اتعلمت ووصلت لمرحله الاتقان في المهاره دي، انت مفيش عملاء هتعمل لهم مشاريع عشان تقدر تعرض المشاريع دي على معرض الاعمال بتاعك. كل اللي عليك انك هتفتح مواقع وتقلد فكره الموقع ده وانت اللي تبنيه. يعني تفتح موقع زي فيسبوك وتحاول تقلده، تفتح موقع زي انستجرام وتحاول تقلده، وتعرض الحاجات اللي انت بتقلدها دي عندك في معرض الاعمال. الخطوه الثالثه، اعمل بيرسونال براند. ابني بورتفوليو قوي على مواقع العمل الحر وعلى منصات السوشيال ميديا. خلي ليك شكل حلو وليه علاقه بالخدمه اللي انت بتقدمها. يعني ما ينفعش تكون شغال في مهاره الجرافيك ديزاين وانت الصوره بتاعت البروفايل بيكتشر بتاعت الفيسبوك بتاعتك شكلها وحش او الكواليتي بتاعتها قليله. هي دي الفكره، ان الايمج بتاعتك على المنصات هي اللي هتوصل للعميل هل انت بجد شاطر ولا لا، او هي اللي بتديك الانطباع الاول. حاول تعمل هويه رقميه محترمه تعكس مهاراتك وتعكس جوده شغلك. الخطوه الرابعه، دور على اول عميل. اخر خطوه خالص هي انك تجيب اول عميل، وهتقدر توصل له عن طريق صناعه المحتوى اللي ليها علاقه بالمهاره اللي انت بتشتغل فيها. ممكن تنزل المشاريع اللي انت عاملها قبل وبعد على منصات التواصل الاجتماعي كلها زي فيسبوك، انستجرام، وتيك توك. وطبعا ما تنساش موقع مهم زي اب وورك، واللي هو تقريبا عمود العمل الحر، تقدر تجيب منه عملاء بسهوله جدا. وبكده يا باشا انت قدرت انك تشتغل على النت وتدخل فلوس، حتى لو الفلوس دي قليله جدا في البدايه، ولكن انت قدرت. بس خلينا نسال سؤال مهم قوي، هي فهيم المهارات اللي اقدر اشتغلها على النت وادخل منها فلوس وتكون فلوس كويسه. ورقه وقلم بقى وركز معايا، لاني هقول لك على اهم المهارات واوعى تخرج من المهارات اللي انا هكلمك فيها دي. اول حاجه، التطوير وتكنولوجيا المعلومات. دول الناس اللي بيطوروا المواقع الالكترونيه والتطبيقات وبيشتغلوا في تصميم وصيانه انظمه التكنولوجيا بشكل عام. ومنهم مطور الويب اللي بيعمل لك المواقع الالكترونيه اللي زي يوتيوب كده، او زي فيسبوك او انستجرام. وزي مصمم واجهات المواقع اللي هو اليو اي يو اكس، ده اللي بيصمم الواجهات اللي انت بتشوفها على المواقع، يعني شكل الموقع وترتيبه وترتيب الايكونز بتاعتها، ده اللي بيعمله اليو اي يو اكس ديزاينر. ومهندسين تعلم الاله ومحللين البيانات والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي، كل دي مجالات تحت مسمى التطوير وتكنولوجيا المعلومات. وخلي بالك الكلام اللي بقوله لك ده والترتيب اللي انا بقوله لك في المهارات هو مش كلامي، هو كلام موقع اب وورك اللي هو الموقع رقم 1 في مجال العمل الحر، وهو ده الموقع اللي انت اصلا هتشتغل عليه، وهو مرتب لك المهارات دي من حيث الاهميه. المهاره الثانيه هي التصميم والابداع، واول حاجه فيه واهمها من وجهه نظري هي مونتاج الفيديوهات. ودي هتحتاج منك بقى انك تتعلم بعض البرامج زي ادوبي بريمير وادوبي افتر افكت او دافينشي ريزولف او كاب كات، ايا يكن البرامج، ولكن لازم يكون معاك بعض البرامج اللي تقدر تشتغل بيها. الحاجه الثانيه هي الجرافيك ديزاين، اللي بقى سهل قوي انك تعمله بالذكاء الاصطناعي، فهو بالنسبه لي مش افضل اختيار. والحاجه الاخيره هو المصور، الفيديوجرافر والفوتوجرافر. وبرضه التصوير بيكون صعب شويه ومحجمك، لانك مش هتقدر تشتغله اونلاين بشكل كبير، لانك لازم تنزل تقابل العميل عشان تصوره. فانت مثلا لو في عميل من بلد ثانيه فانت صعب انك تسافر له، عشان كده وجهه نظري هتواجه صعوبه شويه لو انت شغال في مجال التصوير. المهاره الرابعه هي الكتابه والترجمه. كتابه المحتوى هي واحده من اهم المهارات في مجال العمل الحر، لانك لو فكرت فيها بالمنطق هتلاقي ان اي حاجه على النت هي عباره عن محتوى. المحتوى اللي انت شايفه قدامك ده او الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، عشان يظهر قدامك بالمنظر ده اول خطوه لازم اعملها هي كتابه المحتوى. ده غير ان شركات التسويق بتعتمد اعتماد كلي تقريبا على كتابه المحتوى، فكتابه المحتوى هي واحده من اهم المهارات وهتفضل واحده من اهم المهارات. حتى لو في بعض ادوات الذكاء الاصطناعي بدات تكتب محتوى، ولكن الحس البشري لسه ما وصلوش للذكاء الاصطناعي. وفي من ضمن الحاجات اللي تقدر تشتغلها في المجال ده هي المحرر، وده معناه انك بتراجع على محتوى معمول وبتطلع الاخطاء اللي فيه. وطبعا الترجمه هي واحده من اهم الحاجات برضو اللي هتفضل موجوده، لان في بعض المقالات والنصوص وحتى المحتوى الصوتي بيحتاج مترجم محترف مش مجرد ترجمه من جوجل. المهاره الخامسه هي الهندسه والعماره. لو انت خريج هندسه فانت تقدر تشتغل في العمل الحر عن طريق انك تعمل مشاريع 3D لعملاء محتاجين منك المهاره اللي انت درستها في الكليه او اللي انت متعلمها، زي مثلا مهندس الديكور. في
ناس بيكونوا محتاجين تصميم اولي للبيت اللي هم هيشتروه من قبل ما يشتروه اصلا، فلو انت مهندس ديكور تقدر تعمل لهم المشروع ده. فانت لو خريج هندسه تقدر تعمل مشاريع وتبيعها على النت عادي جدا بالحاجه اللي انت درستها. وعلى حسب ترتيب موقع اب وورك، فالمهاره السادسه اللي انت تقدر تقدمها للناس على النت، وهي نوع من انواع القيمه اللي انا كلمتك فيها من البدايه، هي المحتوى القيم يقدر يجيب لك فلوس كويسه. وكلمه قيم هنا مش معناها المحتوى التعليمي زي اللي احنا بنقدمه على قناه الفهيم. القصد في المحتوى القيم هو انك ما تكونش بتضر فيه لا المجتمع ولا الناس. يعني محتوى الطبخ محتوى قيم، محتوى التاريخ محتوى قيم، محتوى الجيمنج بالنسبه لي محتوى قيم ما بيضرش حد حتى لو مش هادف، ولكن هو مش بيضر المجتمع ولا بيضر الناس، وافضل بكتير جدا من انواع المحتوى اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي على تيك توك وعلى غيرها من المنصات. وعشان تربط الربح من صناعه المحتوى القيم لازم تحط في الاعتبار اليوتيوب والفيسبوك حتى قبل التيك توك. التيك توك فيه ميزه مهمه جدا، هي ان الانتشار فيه بيكون اسرع من اي منصه تانية، ولكن هو ما بيدخلش فلوس على المشاهدات، على عكس طبعا يوتيوب اللي هي المنصه رقم 1 في الربح، وبعدها على طول هي فيسبوك. كل مهاره من المهارات اللي انا قلت لك عليها دي لازم تكون عارفهم وتعرف ازاي تعملهم. شوف اقرب مهاره ليك ولشخصيتك وحاول تتعلمها الاول قبل ما تدور بيها على شغل، لان كل المهارات اللي انا كلمتك فيها واللي تقدر تقدمها على النت بتعتمد اعتماد كلي تقريبا على الابداع، والابداع ده شيء مش سهل خالص، مش اي حد يقدر يعمله. وعشان تقدر تعمله لازم تكون متعلم المهاره بتاعتك ومتقنها جدا، ومش هينفع تكتفي كمان بده، لازم تكون متعلم دايما ودايما بتتطور في المجال اللي انت هتشتغل فيه. وتذكر دايما طول ما انت عندك القدره على الاطلاع هيكون عندك القدره على الابداع، وتذكر دايما انك طول ما انت عندك القدره على الاطلاع هيكون عندك القدره على الابداع. اي حاجه انت عايز توصل لها هتقدر توصل لها، بس لازم تكون عايز. اتمنى تكون الحلقه فادتك، ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناه لو انت مش مشترك، واستنى الفيديو الجاي. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.